في شركه كبيره بتتعامل مع وكاله تسويق او اعلانات، مين الشخص اللي بيكون حلقه الوصل بينهم؟ ده دور الاكونت مانجر. الاكونت مانجر هو المسؤول عن اداره العلاقه بين العميل والوكاله او الفريق، بيترجم احتياجات العميل لفريق العمل ويتاكد ان الحملات ماشيه صح. اما عن اهم الادوات والمهارات اللي لازم يكون متعلمها، مهارات تواصل قويه جدا زائد مهارات اداره المشاريع. بعض الادوات زي مثلا تريلو وزي اسانا وزي CRM تولز. فهم اساسي للتسويق والاعلانات. اما عن السلم الوظيفي فبيبتدي الاول جونيور اكاونت مانجر، بعد كده بيبقى اكاونت مانجر، بعد كده بيبقى سينيور اكاونت مانجر، وبينتهي بيه الحال انه بيبقى اكاونت دايركتور. اما عن متوسط الرواتب عالميا فبيبتدي من اول 700 او 800 دولار، ممكن يوصل لازيد من 2500 او 3000 دولار. الاكونت مانجر دايما مطلوب في الشركات لان هو الشخص الوحيد اللي هيقدر يدير علاقه الشركه دي بالعملاء. لو عاوز تعمل كارير شيفت للشغلانه دي، طور مهارات التواصل والعرض، اشتغل في خدمه عملاء او بروجكت مانجمنت كبدايه، اتعلم CRM سيستمز. الاكونت مانجر مش مجرد وسيط، ده هو اللي بيحافظ على العلاقه الكويسه دايما بين الفريق وبين العميل.